اللي فاتته الطياره وهو مسافر وهو راجع. يعني انا لو ميكروباص مش هيحصل فيا كده. كنت مسافر دبي، فالخطوط اللي كنا مسافرين عليها مواعيدهم شارب جدا وما فيش هزار. رحنا المطار قبلها ب4 ساعات، يا ده لسه بدري قوي، فروحنا فطرنا في البتاع ومش عارف ايه، ويلا بقى ايه نروح السوق الحر او نجيب شويه حاجات برضو، واحنا ومعانا شنط دخلت على السير وعملنا البوردنج وكل حاجه. فهو ميعاد الطياره مكتوب في البوردنج 3:30. الساعة كام في ايدك؟ الساعة باين 2:30. ياه فاضل ساعة نعمل بقى شوبينج في السوق الحر. الساعة كام؟ 3:15. قشطة. الساعة كام؟ 3. يا اسطى فاضل نص ساعة. الساعة كام؟ 3:10. يلا طب يلا نروح نقعد بقى هناك. جيت كام يا عم؟ جيت سي 18. سي 18 ده طلع يعني قعدنا نمشي حوالي تلت ساعة جوه المطار. وصلنا لقيت مفيش حد قاعد خالص. انت متاكد هو زيتا؟ ما لسه يا عم فاضل 5 دقايق، الساعه 3:30 ل 5 وبتاع. فجالنا واحد سوداني كده محترم قوي، فبص كده في البوردنج وبعدين بص في الساعه وابتسم كده. والله الطياره قفلت. ايوه افتح. ايه اللي الطياره قفل؟ يعني ايه الطياره قفل؟ انا مبتسم جدا ويعني مش في دماغي، يعني انا جوه المطار قبلها ب4 ساعات. يعني ايه الطياره قفل؟ قال لي الطياره دي ايش انت مسافر على الطياره دي بتاعت الساعه 3:30؟ قلت له اه. قال لي قفل. الشنط طلعت اصلا، الشنط بتاعتنا الكبيره يا عم على الطياره. قال لي لا ما عيني نزلناهم. الله. انت بتعاندنا ولا ايه؟ ليه نزلت الشنط ليه؟ يعني ايه نزلت الشنط؟ قال لي انت اتاخر واحنا نزلنا الشنط، ده العادي. يعني ايه العادي؟ بقول لك ايه، انا هعمل مشكله هنا دلوقتي حالا عشان تبقى فاهم. وراح مطلع ورقه. قال لي دي ورقه شكوى، يكتب شكوى هنا. يا عم انتوا بتفرحوا ان الناس بتنزل بتخففوا وزن الطياره يعني. بقول لك ما تنرفزنيش، انا جاي هنا في شغل ولا هعمل لكم مشكله. يا استاذ محمد لو سمحت. مش كده استاذ محمد مين يا عم؟ انا مش استاذ محمد، انا ديرة احمد. قلت له انا ما اتاخرتش، انا جيت هنا الساعه 3:30 ل 5 وانتوا كاتبين اهو. قال لي يا عم ده 3:30 ده بتاع التيك اوف. طب وكاتبين ليه 3:30 وانا الطياره؟ فبقيتش فاهم، بقيت هتجنن. كاتبين ليه 3:30؟ طب ما انا هاجي 3:30 من هنا لهنا. والله يا استاذ محمد يا سيدي مش محمد، مش مهم. انا اكرم، انا عايز مدير مدام اندريا. فين مدام اندريا؟ قال لي انت عايز مدام اندريا عشان يعني ممكن ان هي تتصرف. قلت له اه طب اوكي جاهز. قال لي برضه مش هينفع. يا عم انت بلاش رخامه. فين مدام اندريا؟ حاضر. يروح يتصل بالتليفون ويرجع وهي جاي دلوقتي. نستنى 5 دقايق. يا سيدي فين مدام اندريا؟ ابوس ايدك. جت مدام اندريا واحده فلبينيه كده. قلت لها انا جاي هنا قبلها بساعتين وتهت وطلع عيني ووقعت وعايز اطلع الطياره هطلع الطياره. فقالت لي انت ليه بتزعق؟ ممكن ما تزعقش. قطع السوداني ده وبتزعل جدا. هي اتنرفزت، مديرته اتنرفزت، هو ما اتنرفزش. شوفي لي المدير، شوفي لي المدير. اتكلمت في التليفون، فهي قالت له وديهم يا حسين، ممكن نجري شويه نلاقي المدير. فابتدينا نمد. انت مد عشان يبقى على الطياره برضه شايل الطياره حتى لو جريت. رحنا دخلنا الاثنين المديرين هناك مصريين، اثنين محترمين جدا جدا. اعتذارات فظيعه مع ان هم المفروض ما يعتذروش، بس هم عرفوا ان احنا جينا قبل الطياره ب4 ساعات. فعلا احنا عرفنا انتوا جيتوا امتى ودخلتوا امتى وبتاع، وفعلا انتوا في ساعتين ما جيتوش ليه. قلت لهم تهت فعلا. المشوار طويل، انا مش عارف اعمل ايه، انا بعتذر لكم جدا والله انا اسف الى اخره وبتاع. وضربنا صحوبيه كده وتمام تمام خلاص، هعمل لكم الحجز على بكره الفجر وبتاع الى اخره. وخارجين بقى على باب المطار خلاص. وبعدين لسه بقى العربيه هتتحرك، فلقيت حد بينادي عليا يا استاذ محمد. فبصيت لي ما لقيتش الطياره برضه. قابلت مره واحد معجب سوداني في الطياره، سلم كده وبعدين لقيته بيبوس، فسحبت ايدي فانا ما فهمتش فيه ايه. هل ده زي طقوس عاديه يعني انه؟ فاستغربت جدا، وراجل اكبر مني فطبطبت على كتفه وبتاع وربنا يخليك وحضنته ومش عارف ايه وازاي والعفو كده. وركبنا الطياره، وطول ما انا ايه ماشي هو ايه باصص لي كده منتهى الحب والاعجاب وبتاع. وبعدين قعدنا في الطياره، رايح الحمام راجع من الحمام بص لغايه ما جه بقى صبره ونفد ما قدرش فجه قال لي يا اخي انا بحبك جدا، انا مش عارف اعمل ايه والله، في افتح باب الطياره ارميك منها. ف هو ليه والله انا عايز افتح باب الطياره ارميك منه. فبصيت له كده قلت له ليه يعني يا حبيبي؟ انا من كتر ما بنحبك، من كتر. قلت له انت هتموتني عشان بتحبني؟ ومن الحب ما قتل.